أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. ويمكن احنا كل يوم نواجه مشكلة خطيرة، هي مشكلة القضية المرورية والازدحام اللي قاعد نشوفه يوميا. لمناقشة هذه القضية المهمة اللي تمس كل المواطنين، اليوم معاي نخبة مهمة راح نتحاور حول هذه القضية في خلال هذه الساعة. رحبوا معاي الدكتور يوسف عادل اليوسفي، مستشار الحركة المرورية. مرحبا فيك دكتور. يا هلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتنا. كل معنا. ايضا معنا العميد متقاعد بدر صالح الحمادي. مرحبا بك. يا هلا مرحبتين. معنا الاخ العزيز وحب قلبي الدكتور عادل بدر البطي بطيبان. مرحبا فيك. يا حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. نبدا مع الدكتور عادل اليوسفي. نبدا معك. ليش نبدا معاك دكتور اول شيء؟ تفضل. فيك الخير والبركه عادل. الله يبارك في حياتك. دكتور عادل، قضيه المشكله المرور احنا يوميا نعاني منها، وبعض المرات احنا نمشي نقول لو سوينا دوار هني، لو سوينا لفه. القضيه المروريه وين العله فيها؟ اخو احمد، المشكله مو وليده اليوم. صحيح. وحلها مو يعني بموضوع او بموضوعين، هي عندنا مشكله عامه. يعني اذا انا ببدي، اول شيء لازم ابدي فيه ان هل الدوله، حتى مو لازم اقول الاداره العامه للمرور، عندنا رؤيه، عندنا هدف. الحالي الموجود في تناقض وتضارب بين انك انت تبي هدفك توصل الناس بسرعه بيوتها او شغلها، او تبي توصلهم بسلامه بامان. السلام. هذول الشيئين لازم تحدد، تبي توصلهم بسرعه ولا بتوصلهم هدفك السلامه ولا هدفك السرعه. اللي يقولونه ويعلنونه ودائما بالاعلانات السلامه، بس الفعل سرعه. ولذلك هناك تضارب، ولذلك هناك اللي يسوونه يتعارض مع المصلحه بالمدى البعيد. يعني اذا بنمشي بخطوات شلون نحل المرور، اول شيء لازم نبدا بهالنقطه. لازم تحدد، لازم الرؤيه تكون واضحه. لا مو بس حق المرور، الاداره العامه للمرور، لكل الوزارات، ان الهدف اوصل السائق وركاب السائق، يعني مستخدمين الطريق، ان اوصلهم بسلام. واذا دكتور نبيها السلامه والسرعه ما يصير. ليش؟ ما يصير. لازم تختار واحده منهم. الحين توصلهم انت بسلامه، يوصلون بسرعه، بس هدفك السلامه. اذا تعارضوا لازم تختار السلامه. انت اليوم نشوف كثير من الاحيان شرطي واقف يخالف قوانين المرور، بان مثلا في يوتيرن اللي هي الاستداره العكسيه مثلا، يخلي السيارات يطوفون سيارتين. هاي مخالفه لقاعده مهمه بالمرور، بس لانه بيوصلك بسرعه. صح. الحين اذا هو سمح لك الساعه 2 وقت الناس طالعه من مدارسها، انك انت تلف سيارتين وتوصل بعض الاحيان في فتحات تكفي 3 سيارات، زين الساعه 4 الشرطي مو موجود، فانا تعودت. انت خربت قاعده عامه. انا عندي صور اثبت لك ان في لفات مالت دخول الشارع الشرطي في بالصبح يستخدمها، هي خروج قصدي، يستخدمها للخروج للدخول. ليش؟ لان في زحمه بالشارع. ما يصير. اكو قوانين. انت اذا سمحت للساعه 7 بالضاحيه مثلا، هو راح يطبقها ترى مشرف باكر. ما يصير تقول له بالضاحيه مخالف وهناك لا. فلازم تحدد، انت تبي السلامه، تبي القانون يطبق بكل 24 ساعه 365 يوم شو اسمه. عندنا احنا تناقض وتضارب بالامور هذه. تلقى اليوم توقف انت سيارتك على رصيف مخالف يخالفك، يوم الجمعه توقف تسكر على الجيران، تسكر على 16 سياره، تسكر فوق الرصيف يهدك. بيصير. لازم تختار. القانون قانون، ما له وقت معين. والله لان اليوم صلاه الجمعه اخليهم، بكره مو صلاه الجمعه اروح اعاقبهم. يصير فوضى. وهذا اللي قاعد يحصل. صحيح. حق الاخ بدر، ايضا المشكله المروريه مثل الدكتور عادل قال احنا نبي السلامه ولا نبي السرعه. هل في هناك رؤيه لتصميم الطرق، آلية المرور؟ اليوم نشوف حتى الوافد يخالف القانون. اليوم واحد يمشي بالشارع والله خايف، يعني ما تدري تمشي يسار ولا تمشي يمين، كلها صارت طرقنا فيها اخطاء. يعني وين الخطأ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية حي أسرة الشاهد لطرح موضوع
يهم جميع مستخدم الطريق صحيح. سواء قائد مركبات او مشاة او ركاب. وقضيه مروريه مثل ما تفضل الدكتور عادل، مو قضيه الكويت بس، هذه قضيه في دول العالم كلها، واللي سافر برا شاف الاختناقات مروريه، لكن كل دوله لها منظور في حل المشكله اللي عندها. احنا انت لما تسال سؤال شنو المشكله المروريه، اي جانب تبي؟ تبي الاختناقات مروريه؟ تبي التخطيط السيء لبعض التقاطعات والشوارع؟ تبي قله الوعي المروري لدى مستخدم الطريق؟ تبي عدم اتباع انظمه المرور؟ شنو تبي نعالج فيها؟ القضيه المروريه كل واحد كل كلمتين قلت لك عنهم يبون كل واحد تبي لها ندوه ساعه ساعه ونص. صحيح. فلما احنا نقول مشكله مروريه امام جبل، خلينا نفتت المشاكل واحده واحده نحلها. تبي الشوارع فيها اخطاء هندسيه، واخواننا مثل الدكتور عادل والاخ عادل بطيبان لهم منظور، لان احنا اشتغلنا مع بعض وشفنا اخطاء هندسيه تسبب مشاكل مروريه، شفنا قياده مركبات لابناء قاصرين بالعمر يقودون سيارات يسوون مشاكل مروريه، عدم التقيد بانظمه المرور تصير مشاكل مروريه، قله استيعاب الشارع، الطاقه الاستيعابيه للسيارات بالشارع ما يستوعب الشارع تصير مشاكل مروريه. في شوارع تصير فيها حوادث يضرب الشارع يصير مثل عنق الزجاجه، تصير مشاكل مروريه. فتحات مفروض ما تنفتح بالطرق، الطريق السريع. لما تقول كلمه طريق سريع يعني قاعد نشوف اليوم الزحمه صارت واضحه على الخطوط السريعه، كل يوم بتصور لنا مدخل ومخرج منها. هذه الكلمه تفضلت فيها تشيل من مميزات الطريق السريع. صح. ما لازم خلاص مفهوم بالطريق السريع راح. الان على سبيل المثال طريق الفحيل، هذا فحيل السريع، طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الثالث رقم 3. الان منطقه المسايل الجديده اللي قاعد تملي ورا صباح السالم مقابل المسيله، هذه بكره لو عماره تكملت وسكنوا الناس، اذا تقدر على تمشي على طريق فحيل السريع 80 فانت قاعد تسوق باقصى سرعه. اقصى سرعه. لان الشارع هو والناس قاعده تزيد والسيارات تزيد، فطاقه الشارع ما تستوعب. نفس المشكله بالسادس والخامس. بالضبط. واذا صار حادث بعد يصير مثل مو ازمه، تصير كارثه. كارثه. يعني مشاكل مرور اخي محمد يعني تبي لها حل. احنا كناس نبحث ونسوي مؤتمرات ونعقد ندوات، الاخوان يقدمون اقتراحات، لكن ما بيدنا سلطه التنفيذ لمقترحاتنا. منو اللي ينفذ ياخذ هالاقتراحات؟ مو المفروض وزاره الاشغال هذا والاداره العامه للمرور؟ انا كان بودي انه يكون معنا واحد مسؤول من وزاره الاشغال يعني ترى هذا مو نبي نستفسر منه. احنا راح تكون في جزء ثاني ايضا وجود الجهات التنفيذيه للدوله جدا ضروري. احنا الان كباحثين مثل واحد يقول العين بصيره وايد قصيره. نشوف الحادث ونشوف قله الوعي المروري بالشارع ونشوف الاخطاء الهندسيه ونشوف المشاكل المروريه والاستهتار والرعونه، بس ما بيدنا شيء. يعني انا اتكلم عن نفسي، اعوذ بالله كلمه انا مع اخواني اعضاء مجلس الاداره بالجمعيه، همنا الوحيد ان نحاول نرفع من الثقافه المروريه حق بالمحاضرات اللي نسويها، نلف على مدارس وزاره التربيه جزاهم الله خير، اداره الانشطه متعاونين معنا، بعض الشركات اللي عندهم قائدين مركبات سواقين وايد نسوي لهم محاضرات حق، مع انه ترى يعرفون قوانين المرور. يعني انت الحين لما تشوف شرطي قاعد يخالف شخص ترى جاسته مخباته، مو تقول ما يعرف قوانين، اخذ اختبار ونجح. ومن قبل كان يسوق سواء كويتي ولا مقيم في بلد يسوق، ومع هذا يخالف. طيب اذا انت عندك رخصه وعارف القوانين وتخالف، يعني من اللي ما يخالف؟ كلام حلو. يعني انت حطيت يدك مع الدكتور على كثير من الامور اللي المفروض الجهاز التنفيذي يكون موجود معنا. يعني الحلقه الجايه راح يكون للجهاز التنفيذي، خلينا نشوف وين الخلل، نبي نطلع بتوصيات، احنا نعتبرها كمؤتمر هذا او ندوه، وين الخلل؟ ليش اليوم الخبراء او مثل حضرتكم هالملاحظات لا يؤخذ فيها عند تصميم اي شارع او طريق، او في حلول ممكن وضعها حاليا تخفف من الزحمه شوي؟ مثال على ذلك احنا الجسور الطرق السريعه فيها مخارج تخرج على اليمين عشان تصعد الجسر فوق. صح. اول ما صمموا الشارع المخرج ياخذ له حارتين. زين انت ما خططت حق بعد 10 سنوات، هذا مو انا خطط، انت كدوله يقولون هذا ستاندرد العالمي. ما في ستاندرد. انت الحين زين اذا ستاندرد عالمي ليش احنا سويته في 4 حارات؟ المخرج بس، يعني انت ماشي على خط السريع تبي تخرج من الخط السريع بتروح سواء المنطقه اللي على اليمين او تصعد الجسر تلف يسار.
اذا كان ستاندر حارتين، ليش الحين قاعد توسع تسوي حارتين 3 و4؟ معناته انت بحاجه باكر تصميم منك من الاول تسوي 3 مخارج. مخرج اللي على اليمين يروح على اليمين المناطق السكنيه، والاثنين يروحون على اليسار، والا راح يغص الشارع. خوش حكي. فعادل نفس الطريقه كان في حلقه سابقه انا وياك وتكلمنا عن هالمشاكل. في نقطه اشار لها استاذ حمادي، قضيه يعني الاخذ في ملاحظات المستشارين، الجهات التنفيذيه، الجماعه في المرور، وزاره الاشغال، قبل اعتماد انشاء طريق او اعتماد لتغييرات معينه، ليش ما ياخذون في الملاحظات اللي تذكر الان او من خلال ملاحظاتكم انتم تذكرونها في الجمعيه؟ استاذ العزيز، مثل ما تفضل الاخوان الدكتور عادل والاستاذ بدر، مشاكل المرور انت ما تقدر تختزلها بمشكله او مشكلتين. لكن الظاهر اللي موجود قدامنا اليوم ان الناس اذا تبي تتكلم عن المرور دائما تختزل الوضع في ازدحام الطريق. صح. وتعول على كل شيء على موضوع الازدحام. لكن خل ناخذها من منظور ثاني. تتخيل لو كبرنا الشوارع ووسعنا الشوارع وخفت عندنا الزحمه، سلوكيات مستخدمي الطريق هل راح تتغير؟ ما تتغير. إذا المشكلة من وجهة نظري هي مو بتصميم شارع، مع أن هذا شيء أساسي احنا ما نختلف عليه الناس اللي موجودين هني أو غيرنا من الأشخاص. المشكلة الأساسية في مستخدم الطريق، هل هو حريص على نفسه؟ هل يقدر يوصل لمشواره أو يوصل لمشواره بالسلامة اللي تفضل فيها الدكتور عادل اليوسفي؟ ليش دائما احنا نصنع الفوضى ونطالب الآخرين بتنظيمنا؟ يعني أنا راح أعطيك مثال صغير، خلينا نطلع شوية من موضوع الشارع وغيره. كلنا في يوم من الأيام زرنا المقبرة والناس كلها اللي تتابعنا زاروا. أنا بسألك أستاذ محمد، الناس اللي صافين دور يبون يعزون فيهم واحد ملتزم؟ واقفين على ريولهم، أنت واقف وناطر تبي تعزي وتمشي، لك الشايب والشاب والصغير وكل هذا وكلهم يجون يخطرونك، تعال أوقف بدور بالجمعية عند الكاشير، كل الناس تطوف قدامك. إذا المسألة مسألة ثقافة. إذا ما عززت روح الثقافة عند مستخدم الطريق مهما حاولت، صحيح، من بناء جسور، إنشاء مدن جديدة، ابتكرت لك وسائل نقل جماعية مثل المترو، مثل النقل الجماعي، الباصات وغيره، مستخدم الطريق هو بالدرجة الأولى. يعني حتى أنا أذكر كان في كتاب قديم اللي هو كتاب البخلاء للجاحظ، في معلومة كانت جدا جميلة. الجاحظ يوصي ولده يقول له دائما يتهم المعلمين ويتناسى سوء فهم المستمعين. احنا دائما نحط الرك على المدرس انه ما يعرف يشرح، زين، والطلبه اللي موجودين. القوانين اللي عندنا احنا كدوله هنا داخل الكويت ما ينقصنا تشريع قوانين ولا تنقصنا عمليه تنظيم. بناء الشوارع اوكي، الشبكه قديمه الحين قاعد يتم تحديثها. يمكن ما خذوا بالاعداد الكبيره او طفره الاعداد اللي هي في عدد المركبات، يعني مثلا كانت سنويا تزيد بحدود 25 الى 30,000، اليوم انت سنويا قاعد تنزل عندك بحدود ال 120,000 سياره. والارقام بدات تتصاعد، يعني احنا اليوم وصلنا بحدود يعني مقاربين ان نلامس رقم 2 مليون مركبه تمشي على الشارع. الشبكه القديمه مثل في اكثر من لقاء انا كنت معك استاذ محمد، تكلمنا ان الشبكه القديمه مصمم انها تتحمل بس بحدود 800,000 سياره بحد اقصى. لكن ارجع واكرر لك نفس الشيء، مستخدم الطريق نفسه اذا ما شعر بقيمته واهميته مهما توسع له من الطرق وتبتكر له من وسائل حلول راح يتم عندك الفوضى مثل ما هي. النقطه الاولى ذكرتها مهمه، السلوك، لكن ايضا هناك طرق. يعني اليوم نتكلم، كان لقاء مع الاستاذ احمد الفضالي عضو مجلس البلدي، قال هناك تصميمات جديده، خطوط سريعه خارج المدينه، صحيح، في الطرق الذكيه، في امور المفروض احنا نستخدمها على اساس نخفف هذه الزحمه. برجع لنفس النقطه، دكتور، قضيه السلوك يساهم في حل القضيه في حل قضيه المرور، الرغم ان يعني شوارعنا هذه قاعد الدائري السادس او الخامس شوف قاعد ننشئ مناطق مجمعات واحنا على نفس الشارع، ما تغير شيء. اهم شيء هو السلوك، مثل ما تفضل اخ زميلي عادل. كانت من قبل كم سنه برمضان سمو الامير الله يحفظه كان يدور الدواوين والناس اشتكت على الزحمه. صحيح. فالديوان امر بعض الجمعيات ومنها جمعيه المهندسين انه يعطونا حلول، فاحنا كنا بلجنه وحطينا يمكن اجتمعنا اكثر من 7-8 جلسات. فلما قبل ان نطلع التوصيه انا شفت ان مساله السلوك مو مركزين عليها، فاصريت
على ان لازم بالتوصيه مالتنا او بالورقه مالتنا اللي بتروح حق الديوان كحلول للازمه المروريه اللي عندنا، لازم نركز على السلوك. واتذكر اني قلت لهم مثال، قلت لهم لو نفترض فرضيه يعني مستحيله ولكن هي فرضيه غير واقعيه، ان نقوم الصبح نشوف 50% من سواق السيارات انجليز مو كويتيين او شو اسمه. ايش كثر نحل من المشكله المروريه؟ اقل واحد منهم قال 50%. قلت لهم اذا 50% اذا بتغير السائق تحط انجليزي يسوق نفس السياره على نفس الشارع على نفس الجو على نفس كل العناصر الاخرى، معناته اذا المشكله جزء منها كبير هو بالسلوك. صح. زين. فالسلوك مهم جدا، هاي واحد. ولكن كثير من السلوكيات اللي موجوده عند السواق ترى سببها ايضا تصاميم الشوارع عندنا. مثلا تعال انت على منطقه العديليه ومنطقه شو اسمه مناطقنا القديمه هذه اللي داخل الديره، شارع حارتين بتدش فيه الدائر الرابع او الدائر الثالث، ما في شارع بالعالم كله من فرعي الى رئيسي حارتين او ثلاثه. صحيح. انا في العديليه في 3 حارات يصبون في الدائر الثالث، مو حارتين بعد. واكثر من مره نقول حق الاشغال سكروها سووها حاره واحده. نرجع ونقول يبون السرعه مو على السلامه. وهني انا اقول لك احنا هدف السلامه مو موجوده عندنا، نتكلم عنها نحطها كمنشتات نحطها باعلاناتنا، السلامه مطلب للجميع وكذا، ولكن بالفعل احنا حنحاول نوصل، نخاف من حكي الناس ونخاف شو اسمه، نبيهم يوصلون بسرعه. فكثير من السلوكيات منشأها من تصاميم، ومثل ما قال الاخ ابو ناصر ان مثلا المخرج عندنا من الطريق السريع لما تخرج منه مسوينه بزاويه 30%، انك انت تخرج على نفس سرعتك تخرج، يسمونه المخرج هذا او الطريق هذا يسمونه طريق التخارج، انك انت تخرج منه وبعدين شويه تبدا تبطئ. صح. بالمقابل لما بتدخل الهاي واي مسوين نفس الديزاين نفس التصميم ايضا بزاويه 30 يدش الشارع الرئيسي، وهذا خطا. المدخل لازم يكون في حاره تمشي متساوي مع الشارع العام او السريع، يمشي معاه ليه ما يلقى الفرصه يدش، مو تيبه مثل تصميم المخرج تيبه ايضا مسوينه مثل مخرج ومدخل نفس الشيء، تصميم خاطئ. واكثر من مره قايل هالكلام لهم، وللحين قاعد يطبقونه في الشوارع الجديده. وقايلها مره حتى في ندوه في البلديه لما كان الله يذكره بالخير الدكتور فاضل صفر، وقلت له ترى، وقال لي بقعدك مع الاخوان، قبل كان ماسك البلديه اظن في فتره ايضا الاشغال كان هو، فقلت له اكو تصاميم خاطئه قاعده تخلق سلوك خاطئ. اليوتيرن ايضا في سلوك خاطئ، هاي كلها من تصاميم الشوارع عندنا. فاحنا لا نحط اللوم كله على هذا شو اسمه، اكو نابع من جهل. انا ايدك في الموضوع هذا، لكن في قضيه دكتور قاعد يشار لها، يقول لك هذه المخططات اللي تسويها وزاره الاشغال كمكتب استشاري تعرض على البلديه وتعرض على الاداره العامه للمرور. هل معقول الجماعه في الاداره العامه للمرور ما ياخذون بهذه الملاحظات المهمه؟ انا عندي احساس، انا ما اقدر اعمم الشيء هذا او اثبته، عندي احساس انه ما في تعاون اصلا. ما في تعاون؟ ما في تعاون بين وزارات، بين وزاره الاشغال وبين المرور والبلديه. الاخ بدر وناصر كان يوم من الايام بالداخليه، وانا بسمع كلامه، ايش كثر تعاونكم مع الجهات الاخرى من البلديه. يعني شوف المرور تشتكي على البلديه ان تعطون تراخيص حق مطاعم في اماكن عند دوره وعند هذا، ومفروض ما تعطون. ما حد ترخص عمارات على الشوارع الداخليه، ما حد يسمع كلامهم. الاشغال قاعد تصمم على كيفها وتحط علامات على كيفها، انت هيئه عامه الزراعه تحط الزرع على كيفها، الشيار تغطي على العلامات. وفي اكثر من ندوه قلنا هالكلام، لازم يصير في فريق يتعاون مع بعض. ما في تعاون، انا اعتقد ما في تعاون. ايش رايك في الكلام اللي قاله يعني خطير في عدم تعاون جهات الدوله في قضيه المروريه وفي الشوارع؟ لا خلنا نعطي محكم. يعني في لجنه مرافق اسمها لجنه المرافق، فيها مندوبين من وزارات الدوله المعنيه بتخطيط الشوارع، وزاره الداخليه، وزاره الاشغال، وزاره الكهرباء، البلديه، المجلس البلدي، في لجنه مرافق يعني، وتمر عليهم ويدرسونهم الاخوان في الاداره العامه للمرور، في اداره اسمها اداره هندسه الطرق، مديرهم عضو باللجنه زميلي يعرفه. وفي تعاون، لكن انا ليش اقول لك المفروض يكون الجهه المعنيه الحكوميه، يعني مو بس انت تبي تسال، احنا بعد بنسال اسئله.
ليش التخطيط هذا؟ انت الحين لما خططت الشارع خططته حق كم سنه؟ مو انا اخطط انت كحكومه بلد، وزاره اشغال تخطط حق بلد مشاريع لقدام. فليش الان تخطيطك السابق صار الان مشكله عندنا، هو سبب من اختناقات مروريه. ففي لجنه وفي بتعاون، يعني ما يقدر يقول ما في تعاون، قفلها مره واحده. يعني دكتور عادل قال ما في تعاون، يعني يوم نشوف في اخطاء في التصميم، حتى اللي يمكن مستخدم الطريق يقول لك ليش كذي؟ كان ممكن يسوونها بكذي، ياخذ منحنى اكثر. يعني اللي صمم طال عمرك مو اداره امور، انا عارف، تطرح بس الى شركات متخصصه، شركات فيها بس للتخطيط، شركات للتنفيذ، وميزانيه ضخمه تصرف. صحيح. لكن وجهه نظري انا اقول تخطيط كانه قريب، يعني ما تعطيني بعيد. يعني الحين الداعي الرابع بالجسور اللي احنا نسميه هذا، ما في مجال توسع، سوي توسعه. خلاص جسور حديد فوق. انت لازم تسوي شارع خدمات جانبي حق المناطق الجانبيه على جانبي الطريق. وكان له في مشروع ضخم جدا كان تطويره قبل الازمه، قبل سنه 90. تصميم جدا جدا ممتاز حق الداعي الرابع، لكن مع الاسف صارت الازمه الله لا يعيدها ولا على السامعين، فتوقف المشروع. اعتقد في طرح المشاريع الحين حاليا، يعني هذا لازم يجي له ازاله. احنا كنا نتكلم من قبل ايام اللي كنت انا بالداخليه وبالمرور، قلنا المشاكل المرور هذه ما تنحل الا شارع فوق شارع. يعني انت الحين سبحان الله كانه واحد حلمان ويقعد يشوف الحل موجود. الان الطرق اللي بالشويق قدام الكليه العسكريه ووزاره الدفاع صار شارع فوق شارع. صحيح. طريق الفحيل السريع، طريق الملك فهد، وطريق الملك فيصل، وطريق المطار، اذا صارت عليه تحسينات وتوسعات تسهل حركه المرور فكان بها. لكن اذا راح تزيد طاقه الناس وتزيد طاقه السيارات في الشارع ما يستوعب الطاقه هذه. وين تتوسع؟ ما تقدر بالجانب يعني بيوت، فش تسوي؟ يا تحت الارض يا بالسماء فوق، واحده من الثنتين. موضوع يعني عفوا موضوع الانفاق، يعني انا لحد الحين موضوع الاشارات، يعني مثلا الحين ندش السالميه من صوب سيتي سنتر والمواضع، يعني اخر شيء توقف عندي اشاره الانفاق. يعني في الناس قاعد تستخدم الانفاق، الدوار العلوي، ما قاعد اشوف هالافكار هذه. هاي طال عمرك هذه اللجنه تختص في السوالف هذه. ليش انا كنت ايامها امين سر مجلس المرور، واول ما انشئ مشروع القرين اللي فيه جابر علي ومبارك الكبير والقرين والعدان، التصميم انشئ فيه 42 تقاطع اشاره ضوئيه بين منطقه القرين، المشروع هذا كله. زين، تطلع من بيتكم تمشي وتوقف اشاره، تطلع وتوقف تمشي اشاره، علشان توصل يا لطريق الفحيل السريع او لطريق الملك فهد. والناس مستعيله اللي بدي عياله المدارس بيروح الدوام، فقاعد يساعد انه يطلع على الاشاره ويساعد يصير حوادث. فاقترحنا بتحويل بعض التقاطعات الى دوارات. صح. داخل المناطق السكنيه ما في داعي للتقاطع الاشاره، خله فري، يعني دوار كافي. فاعتقد تم تحويل بحدود يمكن 20 او 19 تقاطع الى دوار. شلون تحولوا عقب ما درسوا المنطقه. هل في مجال يسوي دوار؟ ما في تحت خدمات صحيه، ما في كهرباء، ما في ماي، ما في مجاري كرم السامع، بيوت بعيده عن المكان، ممكن تسوي تقاطع، ممكن تسوي دوار. فانت بتقول المنطقات السالميه هذه، يعني لو انا اقول لك ما تقدر تسوي دوار. ترجع مني عندك عمارات، مني عندك سكن، مني عندك مدارس، تحت في خدمات، ما تقدر. انفاق تحت، قلت لك انا يا تصعد فوق بالجو او تنزل تحت بالانفاق ممكن. زين، يعني انا استغرب احنا كل المناطق الجديده اللي قاعد يسوونها كلها اشاره. يبقى خلاص المناطق داخل المنطقه ما في داعي للاشاره، دوار. الحين المناطق الحديثه ما شفت. السلام راوي كم مسوين دوار، ما شلون صاير بيضاوي، ما شلون مسوين هالدوار هذا. لا طال عمرك هو في شيء اسمه دوار، في شبه دوار. اذا تشوف قصر السلام مكان مكتوب لو دامت لغيرك ما اتصلت لك، هناك في 3 شوارع، هذا الرابع مجابل القصر، هاي يسمونه شبه دوار مو دوار. فاذا في مناطق تحتم انه يكون في شبه دوار، المنطقه كذي تفرض عليك لان تم تغيير بناء على طلب السكان، تم تغييره بس طلع بشكل يعني ما ادري. اي يعني ما صار الدوار يعطي الاولويه حق اللي بالداخل. يعني كلام الدكتور عادل صحيح، ما في تعاون بين جهات الدوله. يعني خليني نجيبها بصراحه، وزاره الاشغال قاعد مكتب. والله انا تبي الصراحه اقول لك،
مكاتب هندسيه حافظين المخططات، اعطاك اياها طبعها وغير فيها وقال تفضلوا، والجماعتنا شكلهم ما يدرسون. مو هم مكاتب استشاريه يسوونها أخو محمد، يعني هذه المشاريع الضخمه ما يسويها. كلام مكتب استشاري، المشاريع تطرحها وزاره الاشغال، إيه يعين يعني مكتب استشاري ياخذ 4 مليون 5 مليون صحيح. على تصميم طرق. هل تم الاستعانه بمواصفات احدث؟ رجعنا للمواصفات الاعلى مثل ما انت قلت الحين، حاره واحده. فما نظرنا للتوسع المستقبلي، يقول لك البيانات ما اعطوني اياها. ايضا انتقل عدل موضوع البيانات والارقام الجديده، المفروض المكتب الاستشاري لما بيصمم في داتا موجوده حق الامانه العامه للتخطيط، تعالوا يا جماعه احنا بعد 10 سنوات نتوقع في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، تطلع المخطط الهيكلي في مناطق معينه حتكون فيها نسبه سكانيه. هالامور الفنيه هذه ليش غايبه عن الدوله؟ والله شوف للامانه اقول لك انا ما اعتقد انها غايبه، ولكن انا هم برجع لك الحين على مستخدمين الطريق. انا وياك يعني نطلع عادل بهالنقطه. لا لا بس انا راح اقول لك انا اتكلم عن التصميم الطرق. خل اقول لك شغله. الحين انا ما اعتقد ان الدوله تكلف نفسها وتحط مكاتب استشاريه علشان تجيب ناس يعني مو بالمستوى المطلوب. المكتب الاستشاري لما انت على سبيل المثال يعني اذا بنصغر الصوره، اذا تبي تبني بيتك الخاص انت فتعرف عدد افراد اسرتك، عندك ولد او ولدين وبناء عليها ابني تبني شقتين او حلو. شقه او كذا والامور هذه كلها. جيت انت اليوم سويت منطقه جديده نفس مدينه مثلا جابر الاحمد او سعد العبد الله والمطلع وغيرها من المناطق هذه كلها، مصمم ان في 7000 قسيمه بمعدل من 7 إلى 10 افراد، فانت بالاجمالي عندك بحدود 70,000 قول 100,000 نسمه اللي موجوده. تتفاجأ عقب ما تسكن الناس انه صار البيت الواحد بدل ما هي عائله صارت 3 عوائل و4 عوائل. طيب انا شنو ذنبي لو كنت انا مكتب هندسي وانت اعطيتني الداتا هذه كلها، قلت لي هذا التصميم بحد اقصى او هذه المنطقه بحد اقصى راح يكون فيها 100,000 نسمه، فانا راح اصمم لك وفق هذا الاساس. صح. تعال امنع الناس انها تاجر حق الغير وتستخدم المنطقه بنفس استخدامها. ليش منطقه سكنيه احولها استثماريه ولا تجاريه او غيرها من التحويلات هذه كلها؟ ليش بيوت كانت عاديه فجأة طلعت عمارات 20 دور و40 دور؟ يعني كان البيت مساحته مثلا 500 متر قدامه 4 سيارات، اليوم طلعت عمارة 20 دور كل دور فيه 4 شقق وعليك الحساب، وبيت النازل أنت تبي سيارة حق كل شقة. طيب الحين هي غير شبكة الطرق، البنى التحتية، الخدمات من خطوط تلفون، من مكرر مسامع الصرف الصحي والمياه وغيرها من الأشياء هذه كلها، هذه كلها دشت أساسا من ضمن خطة التصميم. الخطأ ما يتحمله أو ما نقدر يعني نظلم الناس دائما أن هم غلطانين، هم مقصرين، هم كذا. عملية أني أنا ألقي التهم على الآخرين هذا الأمر سهل. أنا دوري مثلا كإنسان متخصص في مجال التوعية المرورية ومتطوع في عملي من أكثر من 5 سنوات في المجال هذا كله، لما لقيت أن المشكلة بالنسبة لي من وجهة نظري الخاصة أنها تتعلق في الوعي والثقافة المرورية عند مستخدمين الطريق. طيب أنا في عندي معلومة، شلون أتواصل وشلون أوصل المعلومة اللي موجودة عندي؟ ما جيت والله قلت أنا ما عندي دعم، ما عندي فلوس، ما عندي مكتب، ما عندي كذا. كانت البداية فكرة، أسسنا موقع، مش عارف إيش. اليوم إحنا فضل من رب العالمين طلعنا العدد 42. يلا المخرج. طلعنا العدد 42 من نشرتنا الإلكترونية وهي مستمرة بشكل شهري. الشريحة المستهدفة اللي أنا أخاطبها فئة الشباب من عمر 17 إلى عمر 35. هذه النشرة وين تاخذها يا عادل؟ النشرة هذه ما تنطبع، مو هارد كوبي، زين؟ هذه النشرة موجودة تلقاها على السوشيال ميديا بالموقع الإلكتروني مالنا، الناس كلها تتداولها، فئة الشباب الشريحة لأني أنا أتواصل معاهم بشكل مباشر. واتساب الرابط بس يعني راح أعطيك إياه بإذن الله تعالى. فأغلب اللي موجود عندنا إذا تلاحظ أبو أحمد، لما الناس تبتدي تتكلم عن التوعية وكذا وهذا، يعني بين قوسين يتكلمون كأنهم أنبياء. يروى عن فلان أنه يقول لك اربط حزام الأمان، ولا توصيك الجهة الفلانية ترى سلامتك مهمة. إيش معنى السلامة؟ ما هي معادلة. أنت لما تقول لي هدفي سلامتك، طيب فهمتني شنو السلامة؟ علمتني شنو السلامة؟ لما تيجي تعرض لي مثل هالمنشتات أو مثل هالأساليب التوعوية القديمة وتأخذ حيز من الطريق، والدكتور عادل هو واحد من الرموز والأساتذة المتخصصين في الشواخص والعلامات المرورية سواء بالكويت أو على مستوى الدول العربية، وشهادتي فيه مجروحة، ويعلم جيدا أن أنت أي معلومة تحطها بالشارع محسوبة بفترة زمنية أن أنت كثر لازم تطالعها وتستوعبها. أما تحط لي
لافته طولها 6 امتار ب8 امتار وهدفنا سلامتك، والا عدد الوفيات اليوم وصلنا 128 ولا 120، ليش تخرعني؟ شنو هالاحباط اللي انت بتوصل لي اياه؟ هل هذا هو الاسلوب الصحيح في اني انا التزم بالمرور؟ خل اعطيك كلام ثاني. لما تيجي تقول لي والله احنا نبي نغلظ العقوبات عشان نردع المخالفين ونحد من التجاوز، شوف الكلمات، ناقص بس اسمع منك طائرات سمتيه واسقطها العدو واسقطها مش عارف ايش. هذا ما صار اسلوب انك انت تتعامل معاه او التعامل من خلاله مع اليوم. ابو احمد وصلنا حق اكثر من 70% من التركيبه السكانيه هم شباب. فانت يعني لا اي اغني بالتخت الشرقي في مجموعه بين ناس اعمارهم 16 و17 سنه، صح. انت قاعد تغرد خارج السرب. فانت اذا تبي توعيهم بالطريقه اللي هم يحبونها، بالنقص اللي موجود عندهم، بالتواصل، تتواصل معاهم بشكل مباشر، لا تتعالى عليهم ولا تتكبر عليهم. التوعيه لازم نعرفها باختصار كذي على السريع عشان لا اخذ وقت الجماعه. لما تقول سلامه مروريه هي معادله، 1 زائد 1 يساوي سلامه. وعي زائد امان يساوي سلامه مروريه. اذا ما توفرت العناصر بالمعادله انت ضيعت الناس. هدفنا سلامتك. شنو السلامه؟ سلامه. أشار لنقطة مهمة الأخ عادل، دكتور عادل، قضية العلامات المرورية، ومنك متخصص في هذا الموضوع. إيش رأيك في العلامات المرورية التحذيرية ومواقعها؟ إيش رأيك فيها دكتور؟ أبو أحمد، قبل لا أجاوب على السؤال هذا ودي أعلق بس تعليق بسيط على ما قال زميلي عادل. لما تكلم وقال أن الأرقام قاعد تعطى للمكاتب الهندسية العالمية خطأ أو تعطى أرقام غير واقعية، لازم نلوم اللي أعطاهم. احنا أوكي صح. مو لازم نلوم الحين المكتب الهندسي. أنت عندك خبرة خلال 20 سنة الماضية، مناطق كثيرة سكنية انتقلت إلى صارت يعني استثمارية ولا شو اسمه، بيوتنا تحولت إلى أجار. لأن أنت عندك خبرة الحين. طيب لما بتعطي الحين تبي تصمم لك منطقة جديدة، لازم تحط هذا بعين الاعتبار. بدل ما تقول له 100,000 قول له 300,000 ولا 400,000، خليه يخطط لك عدل. إذا هناك أيضا تقصير، يعني خلينا نسميها من الحكومة كان أو من جهة معينة، يعني اكو خطأ. هاي واحدة. ودي أيضا أتكلم على موضوع السلوكيات. أنا دائما أجيبها إن لازم السلوك منو مسؤول عنه. احنا قلنا بعض الشوارع، هاي واحدة. 2، أنت مثل ما يقولون مخرجات الجامعة ما تتناسب مثلا مع السوق المحلي. أيضا اكو مدخلات من هيئة أو أقصد من الإدارة المرورية اللي قاعدة تعطيك إجازة. صحيح. طريقة إعطاء الإجازة عندنا ترى احنا قاعدين نخرج سواق وليس مثل ما يقولون القائد. القيادة غير، مثل ما يحطون دائما إعلانات القيادة فن وذوق. القيادة غير، وبأنك أنت سايق غير. يعني أنت لما تروح في بعض المناطق الصحراوية عند إخواننا مثلا البدو ولا حتى بالسعودية بالقرى، تلقى ياهل عمره 5 سنوات 6 سنوات يسوق عادي. هذا سايق بس هذا مو قائد. احنا ايضا نفس الشيء، احنا قاعد ندخل ناس يوميا عشرات ولا مئات، ما ادري كم ارقامهم، مو قياد يعني قاده مركبات، سواق مركبات. ايضا هذا من يلام فيه. اليوم لا عندنا كتب تثقف بمعنى العلامات المروريه بالطريقه الصحيحه، لا عندنا افلام DVD ولا شو اسمه يعطيك شويه يعني ثقافه المروريه وبعض الامور اللي تحوشك بالطريق وشلون تتعامل معاها وما شو اسمه. لا عندنا ما في شيء يعني. للاسف الشديد عندنا الاداره العامه للمرور وايد ضعيفه في مساله التثقيف ومساله شو اسمه. كانت في فكره مدرسه التعليم تذكرها يوم؟ للاسف صارت تجاريه اكثر من اللازم. وانا لما مره احد ابنائي كان يتعلم وركبت مع واحد من السواق، يعني طريقه تعليمهم طريقه بدائيه فقط، مثل ما قلت لك بيعلمونا شلون يسوق السياره. ولذلك عندنا احنا لازم مثل ما قلت بالبداية أنا، النقطة الأولى أول شيء تبدأ تحدد هدفك. النقطة الثانية علشان تغير السلوكيات، أول شيء تدخل لازم تهتم في مسألة التعليم والامتحانات والاختبارات. أنا أعطيك مثل،
في مره نادوني الاداره العامه للمرور واعطوني اول ما بغوا يسوون الامتحان الشفوي بالكمبيوتر، واعطوني الاسئله مالت الكمبيوتر، قالوا ايش رايك فيها؟ رحت البيت رجعت لهم بعد 4 ايام 16 خطا في موجود بالامتحان اللي بيعطونه بالعلامات اللي موجوده. حتى وديتها حتى حق الوكيل المساعد للطرق ذيك الايام بدون ذكر اسماء وكذا، وقلت له عندك مشكله انت داخليه، انت بتختبر واحد في امتحان هو الامتحان خاطئ وغلط، ف 16 وعندي اياها موجوده يعني شو اسمه. فلازم نهتم في مساله لما قبل لا نعطي اجازه، وبعدين الشخص لما يجيك الشاب يبي اجازه، ترى هني الوقت المناسب ان تدخل بمخه بعقل الباطن اي شيء تبيه، لان من كثر ما هو يبي الاجازه راح يسمع كلامك. صح. بس من تعطيه اجازه ما راح يسمع كلامك بعد، خلاص فقدته انت، راح يروح عمره ما راح يجيك. فانت عندك فرصه درسه، عطى دروس تثقيفيه بشلون يتعامل مع السياره، شلون يتعامل مع شو اسمه، وبعدين دششه شهر لمده تدريب في ساعات معينه تجتازها بعدها وتعلمه كل الامور المهمه. انت لو تروح مثل انجلترا امريكا كذا، تدري كم مره الواحد يسقط 3 4 مرات على ما شو اسمه. هني عندنا ناس تجيلهم اجازاتهم البيوت. لا شوف، اول شيء مثل ما قلنا نحدد هدف، ثانيا نضبط مدخلات الطريق. هذول الناس اللي يدخلون الطريق لازم يدخلون ناس مدربين فهمانين عارفين، ولازم يعرفون انهم بيدشون مكان ترى الناس ما عندها يعني خلينا نقول اخلاقيات الطريق، ولازم يكونون يعني تقول له انت لازم تطول بالك ومو تصير مثلهم باكر انك تخالف وكذا. وهذا يبي لها شويه فلسفه ويعني برنامج ثقافي قوي جدا في الدوله جداً قوي. مو اي واحد ياخذ اجازه. يعني انا ضد مساله انه والله الكويتي تعطي اجازه غير كويتي ما تعطيه، لازم يكون انا هاي ضدها. انا عندي اي واحد يدش الكويت له الحق انه ياخذ، بس يدش في امتحان مثل ما يدش الكويتي، اذا هو يستاهلها ياخذها، وحتى الكويتي ما يستاهلها ما ياخذها، يروح يعيد الامتحان مره ومرتين وثلاثه، لان انت بتدخله مكان فيها خطوره. مثل ما الاخ ابو ناصر اول ما قال او حضرتك يوم قلت ان المشكله هاي فيها خطوره ارواح اهالينا وارواحنا يعني. ما احنا اليوم بس انا اسف واحمد، انت سالتني على العلامات وانا انا نسيت العلامات لا للاسف يعني شوف العلامات الموجوده حاليا ترى هي باديه من بدايات القرن الماضي يعني اوكي، من 1900 وشويه بدت صارت مؤتمر يسمونه فيينا في 61 او 68 وقروها، صار عليها تعديل بين مده ومده، بس فيها اخطاء حتى العلامات العالميه يعني، وانا اتكلم عن الكويت ففيها اخطاء. والحين انا مع 2 اخوان من الاداره العامه للمرور ايضا، احنا اعضاء في يسمونه خبراء بالعلامات العلامات والاشارات المروريه، نجتمع بين اجتماعين الى 3 اجتماعات في جنيفا، وان شاء الله تونا بشهر فبراير اجتمعنا، وايضا هاي 6 اجتماع اجتمعنا، 7 اجتماع راح يكون في نهايه شهر 5 ان شاء الله. قاعدين نراجع كل العلامات المروريه، قاعدين نبين نشوف الاخطاء اللي فيها شلون نحسنها وشلون كذا، ولله الحمد يعني هذا كان بجهد مني مع واحده امريكيه انا كنت استخدمها، ان احنا اقنعنا الامم المتحده انه يسوون هاللجنه هذه، بان قلنا لهم عندكم ترى مشكله في شو اسمه. لما نجي حق الكويت طبعا هي قاعده تطبق العلامات هذه بالديزاين او بالشكل اللي هو موجود، مواقعها لا كثير منها اماكن غير صحيحه. عندنا مشكله يعني، انا ما بدش في الموضوع هذا، بس امانه اذا بعطيها من 100 علاماتنا 20%. 20% 20% في مواقع العلامات المرورية. وانا هني بعد شويه معطيهم شويه زياده صدقني. يعني كنا ما عندنا علامات، ما عندنا علامات، مواقعها غلط، اماكنها غلط، شكلها غلط، صغيره. يعني شوف العلامه المروريه على حسب مقررات وزاره الاشغال والمرور لا تقل عن 90 سم يعني اوكي، في المناطق اللي سرعتها من 60 وفوق يعني. احنا عندنا علامات الحين قطرها او 40 ما تبين، وفي شوارع ما تعرف حتى ما تعرف سرعتها، مع انه ممنوعه عالميا وممنوعه حتى على حسب المقرر. ما عند شوف مو قاعدين نهتم بالعلامات لان مو فاهمين فلسفه العلامات، احنا مو فاهمينها. احنا فلسفه حتى رؤيه الطريق، قلنا السلامه والسرعه مو فاهمين. القضيه المهمه
لازم يعني شويه. ليش ضحكت؟ في حشوه. بعدين لا قولها عاد. احنا على الهواء ترى. عادي عادي. قولها. والله شو اقول لك، يعني علامات مروريه هي طبعا اخونا عادل والله متبحر ترى فيها. بمشي في طريق انا ما ادري كم سرعته، واتفاجئ علي مخالفه، اقول والله ما اعرف شيء، يقولوا لي هني سرعتك 80، زين ما في علامه تقول لي 80 يا جماعه، امشي 100. لا في، بس يمكن واحده مثل ما قال اخوي عادل، واحده يعني يمكن تشوفها يمكن ما تشوفها. والله مو موجوده. لا انت شارع الخليج، شارع الخليج في 3 سرعات. إيه. شارع الخليج في 100 وفي 80 وفي 60. زين والله انا وأنت مش عارف تمر- وين امشي 80 وين امشي 60. لانك انت مو قاعد طالع، يمكن يعني انك يا تشوف سيارات ولا بشاره ثانيه ولا موجوده لا كل العلامات مو ظاهره، يعني بين الزرع اليوم مثل ما قال قضيه الزرع، تمشي تقول لك عندك مخالفه، كانت السرعه المفروض انت ماشي 100، قلت له امشي ايش كثر تبيني امشي؟ 80 ما ينفع في شوارعنا، خلينا نكون جد يعني 80 وين منين امشي 80 الحين؟ ايه هو صح كلام، يعني خلينا نكون في شوارع واقعيين تبي لها يعني. تبي نسبه سرعه يعني تتناسب الطريق مع- فاضي تبيني امشي 80 يا جماعه، خلينا نكون واقع، قول من 80 ل 100. لا هو شوف يعني يتحكم فيها سعه الطريق، شنو على جانب الطريق، في مناطق سكنيه، في فضاء، سعه الطريق، يعني شنو الضابط عشان تحط السرعه انت؟ لا قياس، يعني يمكن اخونا عادل متبحر فيها اكثر مني يعني. زين مشكله يعني على اساس ويانا تقريبا حوالي 10 دقائق، يعني خلينا نتكلم يا اخوي، نبي الحلول، احنا نتكلم عن الانتقادات، نبي حل، خلينا نتكلم عن الحلول. كل اللي قلناه خلي يطبق العكس. كل اللي قلناه من ملاحظات يطبق العكس. يعني انا ضم خلينا نقول اشياء سريعه. انا بجمع صوت الاخ عادل والاخ عادل. انا اقول نمشي في خطين متوازيين، التوعيه 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 مع العصا باليد الثانيه. هل الحل في تغليظ العقوبات؟ العقوبات انا حقيقه مو يعني، لان في عهدنا صار التغيير، عرضنا على مجلس امه والقانون، تدري انت ما تقدر تزيد دينار على المخالفه الا تشريع بقانون ويعتمد رسمي يعني. فزدنا المخالفات. انت لمتى تبي تزيد المخالفات؟ وترى المخالفات الان مو بسيطه يعني. بعض المرات تروح انت تشوف عليك 80 دينار 90 دينار، ممكن انت تقدر، غيرك ما يقدر يدفع. 770 بحياتي ما دفعت. زين اذا 770 انت طلع مخالفات. طريق سرعته 80 وانا قاعد امشي في 100 بالروح وبالرده. ترى المخالفات الجماعه ارقامها عاليه المخالفات، وترى مو بس غرامه ماليه المخالفات، غرامه ماليه وسحب رخص بمدى لا تتجاوز 3 اشهر حسب نوع المخالفه، وحجز المركبه عقوبه ثالثه، وتقديم لمحكمه المرور مخالفه رابعه. فضابط تحقيق المخالفات وضباط المرور اللي عندهم صلاحيه الضبطيه المروريه عندهم الصلاحيات هذه حسب جسامه المخالفه، تعاقب يا غرامه بعد امر صلح او سحب الرخصه او حجز المركبه او تقديم لمحكمه المرور، والغاضب له حق سجن. ففي عقوبه. احنا الحين يعني خلينا نقول كلمه يعني حق. القضيه مو تغليظ العقوبات، اللي يقول كلمه حق في جهود اخواننا رجال المرور. انا عندي احصائيه واخواني يعرفونها بان عدد الحوادث مقارنه 2015 عن 2014 15 اقل. صح. مع ان في ترى بزياده عدد السيارات مثل قال الاخ عادل انه 20,000 سياره تنزل كل سنه. كل سنه تنزل بالحاسب الالي بالاداره العامه للمرور 110 115 120 الف سياره. والشيء الثاني بعد بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا حتى اعداد الوفيات قلت. هذا ترى جهد يعني بدعم من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم في ناس قاعده تشتغل. هذا خط لازم يعني ما نخليه. 2015 صحيح، لكن اليوم نتكلم في شهر واحد عندي احصائيه 48 حاله وفاه في 2016 واحد. يعني هذا المعدل، ترى المعدل يطلع ينزل يطلع ينزل، هذا المعدل. حتى لو 30 وين احنا بحرب الشوارع؟ 30 تضربهم ب 12 شهر، هذا المعدل رقم مو طبيعي. اي رقم مو طبيعي. ولذلك انا اقول ما نخلي طريق العقوبه ولا نخلي طريق التوعيه، مع ان طريق التوعيه ضعيف جدا جدا جدا. انا كنت ايامها مدير علاقات عامه بالوزاره الداخليه. ودي اسمع كل مستخدم الطريق اللي بقلبي وبراسي عن سلامه الطريق، بس شلون توصل لهم؟ شلون توصل لهم؟ عندنا برنامج كان بالتلفزيون الامن المواطن، عندنا برنامج انجليزي كان يقدمه الاخ باسم الغضبان يو ان ذلو باللغه الانجليزيه، برنامج على طريق الامن بالاذاعه يقدمه اخونا عادل الملا، وبروشورات نوزع، محاضرات، بس ما تلحن. الوعي والسلوك مثل ما ركز الدكتور عادل والاخ عادل، انا ضم صوتي وياهم. هي مساله سلوك. انا قدمت بحثين في الامانه العامه لمجلس وزراء الداخل العرب في تونس عن قضايا المرور،
اخواني مدراء المرور العرب واحنا معاهم اتفقنا على مساله سلوكيات. العلامه المروريه تفضلت فيها انت في جميع دول العالم، هذه مثل النوتة الموسيقيه، دائره فيها خط احمر ممنوع الدخول، ممنوع الدخول، في اليابان، في امريكا، بالكويت، بجميع دول بقارات العالم نوتة موسيقيه ما تبي لغه تفهمها، ممنوع الدخول، ممنوع التجاوز، احذر، ممنوع التعليم في المنطقه، احذر امامك عمال، امامك. هذه واحد زائد ما نختلف عليها، لكن من يطبقها؟ نبدا نركز على السلوكيات. عندك سلوك مروري تحترم غيرك وغيرك يحترمك، وصلنا للهدف اللي قاعد يتكلم عنه اخوي عادل بطيوان. كل المخالفات تصير بسبب سلوك مكتوب ممنوع الوقوف تجي توقف، خطا سلوك مروري. ممنوع السرعه تتجاوز 120 قاعد تسوق 160، خطا سلوك، خطا سلوك شخصي. تعرج اثناء القياده، تعرض حياتك حياه الغير الاخرين، تسلم قاصر سياره، هذه كلها اخطاء سلوكيات منك انت ومن اللي يسوق. هذه من يصلحها؟ السلوك من يصلحها؟ الوالدين لهم دور التوعيه، الاصدقاء لهم دور، متابعه وسائل الاعلام. مدرسه 8 ساعات يقعد فيها الطالب اقل مدرسته. المدرسه احنا تناقشنا مع الاخوان ووزاره التربيه في حصه مروريه لو بالاسبوع مره واحده. في طال عمرك انا في كتاب كنت مشارك مع زملائي الضباط بالداخليه، الفنا كتاب واخوان اخذوه بالتربيه وحطوه ماده مقرره اختياريه، اذا تاخذه وتنجح في المقرر يعفونك من الاختبار النظري اذا بلغت السن 18. والان في كتب مقدمينها بعض الضباط في المشاركه مع اخواننا في اداره المناهج يدرسون الماده المروريه، وخاصه من قربوا على سن 18 سواء اولادنا البنين او البنات، يعني متلهفين يدرسون هذه الماده وموجوده عندهم. كلام. لكن شوف انت كمرور تبي تقدم ماده، المطافي يقول لك انا ترى بعد سلامه خل اعلم الاولاد المطافي، الدفاع المدني، في المدرس الاكاديمي يقول لك انا متى ادرسهم رياضيات وعلوم وفيزياء وكيمياء على حساب المواد العلميه الاكاديميه، فياخذونها بالنشاط. لو رجعنا للنشاط المسائي للمدرسه في ساعات معينه، لو حضرتهم لك درجات معينه في نسبه معينه تشجع الطلبه. بالضبط. يعني في وايد من الاقتراحات. بالضبط. عاد بظلمك ترى معاي دقيقتين ونص وياك اذا كان عندك دقيقه انا منها ولك دقيقه هديه مني. يلا المخرج خليه. احنا الحين اذا نبي نتكلم على الحلول بشكل سريع، يعني ما راح تكفيها دقيقه او غيره، ولكن اللي اتفقنا عليه اللي هي اهميه السلوك. نتفق ان شاء الله في جزء ثاني بس يكون معنا من جهات الدوله باذن الله ضروري. لكن الجزئيه الاساسيه احنا دائما نتعامل مع كل الاشياء للاسف على منظور او مفهوم اللي هو كثير منقطع. يعني اليوم هبينا نتكلم عن المرور، عقب سنه سنتين 10 سنين ممكن نقعد نفس القعده هذه. صح. ونحكي نفس الحكي ونتكلم نفس الكلام. اذا تبي تنجح قليل دائم، استمر. صح. استمر وخلي الناس دائما تسمع اللحن الجميل. لاحظ كلمه اللحن الجميل اللي انت تبي توصله لهم. اما تبي تطلع لي كل يوم وتخرعني ودير بالك وهذا لا تطلع. حتى كثير منقطع ما بيها منك، لا هذه ولا هذه، مصلحتي انا ادرى فيها. هذه من نقطة. النقطة الثانية مثل ما تفضل الدكتور عادل على موضوع المخرجات أو رخص القيادة وغيره، والناس الصغيرة وأنه هو السن المناسب. أنا في عندي إصدار وقريب جدا راح يكون على موقعنا الإلكتروني موقع طريق.com، اسم الإصدار سنة أولى على الطريق. أخاطب فيه الناس اللي توها مطلعة إجازة أو في مرحلة الإعداد أنها تطلع إجازة. ما أبي أعلمك شلون تسوق السيارة لأن هذا مو دوري. أنا بخليك تتعايش مع الواقع اللي موجود. اليوم مثل ما تفضل الدكتور عادل، الناس اللي تعلمك على القياده ترى هي شغله واحده، تركب مع المدرب طالع بالمنظره بزاويه الدبه واصفط شلون تصفط بس شلون تصفط، مع ان انت اساسا انت مو محتاجها، ما حد يصفط الصفطه هذه. خلينا نكون واقعيين. هم قاعدين يعطونك الاشياء اللي هي خلينا نقول المتطلبات الاساسيه انك انت تطلع الرخصه، لكن هل انت عندك مهاره؟ هل عندك فن التعامل مع الاخرين اللي موجودين؟ خلونا نتعامل مع الطريق على انه ملتقى حضارات مش ساحه عداء. لما نيجي نتكلم خلونا نغير لغه الخطاب الاعلامي، لا نوجه الناس في رساله تهم المجتمع كله ونقول نهيب بالمواطنين والوافدين. لا، احنا اليوم اقليه في بلدنا، احنا الكويتيين اقليه، يمكن احنا نكون الربع، مليون مقابل 3 مليون من اخواننا الوافدين. فبالتالي حتى الخطاب القرآني لما الله سبحانه وتعالى بيوجه الناس بشكل عام ومهم، يا أيها الناس، إذا بيخصص حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، عندك شيء حق الكويتيين بالبطاقة المدنية يا أيها الكويتيين. لكن الطريق لأن الكل مشترك فيه ويعتبر ملكية عامة وملتقى حضارات،
فيا ايها مستخدمون الطريق، فخلونا نغير لغتنا الاعلاميه، لغتنا الخطابيه، نختار الفاظنا بعنايه، يكون في عندنا رتم اللي هو رتم الاستمرار. كلام حلو. انا وعدتك بدقيقه بس. شكرا. باختصار. قلنا بالبدايه تحديد الهدف، انا قلت عندي هذه مهمه، تصحيح السلوكيات ايضا مهمه. النقطه الثالثه اللي بقولها نفس اللي قالها اخوي عادل، الاستمراريه، بس انا اسميها المواصفات. احنا للاسف ما عندنا مواصفات، مو بس بالمرور، في كثير من ادارات الدوله ماكو مواصفات، ولذلك تدش الشارع انت اليوم انا احصيت 100 مطبه، لا مطبه تشابه الثانيه لا بالارتفاع لا بالعرض ولا صح. بالطول. فمواصفه ما عندنا يوتيرن، الستار العكسيه مره يحطون قف مره يحطون افسح المجال، ما عندنا شو اسمه. الاستمراريه تيجي من وضع المواصفات، من ضمن المواصفه انك لما تحط لك حمله لازم تجيها بعد 6 اشهر وتسوي حمله اصغر من الاولى ولكن للتذكير اتي بعد سنه. فالمواصفات مهمه جدا. هذه نقطه ثالثه. احنا عندنا نقاط كثيره حق تصحيح المرور او الازمه المروريه، بس ما عندنا وقت. بس انا اللي بغيت اقوله المواصفات والمواصفات. قبل لا انهي بشيء واحد، مخالفاتنا لما سالت ابو ناصر على المخالفات، انا للاسف مخالفاتنا هي مخالفات عقابيه تجريميه. صح. مفروض مخالفاتنا تكون تثقيفيه. انت عندك واحد، انت مثل ما حضرتك قلت عندك سرعه، ما اخذ منك 700، اقول لك تدفع 700 ولا ادشك دوره، تروح لي تحضر لي دوره في المرور. اي حضر دوره تحضر لي دوره 3 ساعات 4 ساعات عن المرور وعن شو اسمه، القي نص حلو. لازم عقابنا يكون او مخالفاتنا تكون تثقيفيه وليس تجريميه. وشكرا. انا ودي اتمنى وياكم جزء ثاني راح يكون معنا نحدده ان شاء الله خلال الايام الجايه، يكون معنا من وزاره الاشغال ومن وزاره الداخليه ايضا ناس، ومن بلديه الكويت، على اساس نستكمل حوارنا. القضيه المروريه انا ما بها حلقه وننسى الموضوع، يجب ان تصل الرساله للمعنيين ونهتم بالنقاط، وليت نطلع في النهايه في الجزء الثاني بوقت اكبر ان شاء الله في توصيات حق المسؤولين ونضع الحلول. انا شاكر على حضوركم اليوم ويعطيكم العافيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه برنامج وجه لوجه. علان يحفظ الكويت، الكويت اولا، والله يصلح الحال.